السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. معكم مطبخ أم رضا البسيط. وصفتنا اليوم دجاج بالخضرة في الفرن، كيجي هائل بواحد الصلصة خطيرة. عندي دجاج على حسب الافراد ديال العائله اللي نظفتو حتى كتحيد منه ديك الزفوره مزيان كما كتلاحظوا في الصوره. عندي خضر، هذا غادي ندير غير بطاطا والجزر. الخضره حتى هي كتبقى على حسب الذوق كما كتلاحظوا وعلى حساب افراد العائله. توابل عندي معلقه صغيره ديال الكركم والفبريكه، عندي ابزار والملح على حسب الذوق، معلقه كبيره سكينجبير، 3 د الفصوص الثومه مهروسين، 2 معالق كبار ديال الربيع، بصله كبيره مشلضه، لاموطا غادي ندير معلقه صغيره، 2 ديال الكيتشوب. ندوزو طريقه التحضير. انا هذه طريقه عندي معتمده، فين ما كنجيب الدجاج كنرش عليه الملحه وكنقليه شويه في الزيت حتى كياخذ داك اللون الذهبي، عاد كنطيبو. كما كتلاحظوا ضفت شويه ديال الابزار، كما كتلاحظوا غادي ندخل فيه الملحه والابزار بهذه الطريقه. غادي نجيب واحد المقله اللي درت فيها الزيت كتسخن، خلي الزيت حتى تسخن مزيان، عاد كنوضع الدجاج باش ما كتحيدش ليه الجلده. كما كتلاحظوا كنبقى نقلب فيه من الجهتين، وغادي ندوز نوريكم الطريقه كيفاش غادي نقطع الخضر اللي عندنا. بهذه الطريقه غادي نقطع الجزر كما كتلاحظوا، غادي نقطع بطاطا بهذه الطريقه، ممكن تقطعوا كلشي نتوما طرونش. غادي نستمر حتى نسالي الكميه كامله. بعد ما تشحر ليا الدجاج بهذه الطريقه، يستحسن ديروا مقله ثقيله، انا هذه شدات ليا باش كتبقى ديك الجلده صحيحه، لان حاجتنا بها كتعطي ديك التحميره. غادي نصب البصله في نفس الزيت في نفس المقله تشرب ديك البنه كامله ديال الدجاج. غادي نضيف عليها الخضره اللي قطعت كما كتلاحظوا في الصوره، ونخليها حتى هي تشرب وتشحر في ديك الزويته حتى كتشربها كامله، لانني انا ما غاديش ندير الزيت، غادي نكتفي فقط بهذيك الزيت. نضيف الربيع، ثومه، ونخلط ونخليها تشحر كما كتلاحظوا حتى كتشرب ديك البنه كامله. غادي نجيب الطبق اللي غندخل فيه اللي غندخلو عفوا الفرن، غادي نوضع فيه الخضره اللي شحرت بهذا الشكل. غادي نجيب الدجاج نوضعه بهذه الطريقه. كما قلت لكم انا شدات ليا ديك المقله، يستحسن ديروا مقله اللي ما كتشدش. غادي نجيب واحد الكاسرونه اللي غادي نصوب فيها الصلصه، نوضع التوابل اللي عندي في الكاسرونه، نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال الكيتشوب، بالنسبه للموطارد كتبقى على حسب الذوق، ممكن ديروا معلقه كبيره، انا اكتفيت فقط بمعلقه صغيره كما كتلاحظوا، معلقه صغيره فقط. غادي نضيف نصف كاس، ما صورتوش معكم، ديال الماء ديال العنبه، كاس ديال العنبه فقط، كيجي هو هذاك لا اكثر ولا اقل. ما كنضيف لا زيت لا حتى حاجه، لان ديك الخضر والدجاج تشرب لينا الزيت من قبل. كنكتفي فقط بهاد الصلصه، كتجي خطيره، كتعطيه واحد اللذه. كما كتلاحظوا غادي نصبوها على الوجه ديال الدجاج والخضر كما كتلاحظوا. غادي ندير واحد القطيره ديال الماء نشلل بها الكاسرونه باش ما تبقاش ديك العطريه ضايعه. وغادي نغلف عليه بابي كويسو بالالومنيوم، ندخلو للفران مده 45 دقيقه. الوقت كيبقى على حسب التقطاع ديال الدجاج، انا دالي 45 دقيقه، ما كنديروش عافيه مهيله وما تكونش مجهده عاود بزاف. كما كتلاحظوا هذا الشكل ديال الطبق بعد ما طاب، كتجي ديك المريقه ملبيه خاتره، الدجاج طايب، الخضيره طايبه كما كتلاحظوا، لذيذ بزاف. ديك الصلصه كتعطي واحد اللذه خطيره، جربوه ما غتندموش. كما كتلاحظوا اشتركوا في القناه
ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنسونيش من تشجيعاتكم. دمتم في رعاية الله.